اهلا بيكم في سلسله فيديوهات جديده. المره دي مش هنتكلم عن مجموعه تيبس اند تريكس وخلاص، المره دي هنتكلم عن حاجه اكبر من كده بكتير. هنتكلم عن شويه مشاكل وصعوبات كانت بتقابلك في اللغه طول فتره تعلمك ليها على مدار السنين اللي فاتت كلها، وده مبرر جدا. طول ما احنا بنتعلم في المدرسه احنا كنا بنتعلم الانجليش على انه ماده مش لغه، المطلوب منك ان انت تحفظ شويه كلمات، تحفظ شويه جرامر، تدخل امتحان تحط كلمتين تاخد درجه، الموضوع انتهى. وده اللي خلى ناس كتيره جدا على مدار السنين اللي فاتت ان هو يوصل وهو عنده حاجه و20 سنه او 30 او اكتر كمان ومش عارف يتعلم اللغه رغم ان بقاله سنين كتيره جدا بيتعلم. النهارده هنتكلم معاكم عن مجموعه من الحلول اللي تقدر تحل بيها المشاكل دي، وازاي تقدر حتى تذاكر مع نفسك، ازاي تقدر تستخدم الكونتنت اللي بنقدمه لك في الفيديوهات دي او المحتوى ده بشكل عام علشان تقدر تطبقه على حياتك، تقدر تشيل بيه بعض الصعوبات او صعوبات كتيره جدا من اللي كانت بتقابلك في اللغه، زي الجرامر، زي النطق، زي الاكسنت بشكل عام، زي مخارج الحروف، ازاي تقولها، ازاي تكون جمله مظبوطه. والحاجات دي هتبقى عباره عن ميني كورس، فركز في الفيديوهات اللي هتشرح كويس جدا 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 عشان يتقدم لك فيها معلومات مهمه، معلومات قيمه. المفروض كل فيديو تطلع منه بمعلومه معينه، كل معلومه منهم ليها علاقه بجزء معين في اللغه، سواء جرامر او سواء نطق، ودول اكتر حاجتين هنركز عليهم. انتظرونا في الفيديوهات الجايه، اشوفكم على خير.